لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني. موسم اللا منطق. موسم اللا منطق. الموسم ده بصراحة مش ماشي بالمنطق خالص، ورجعنا تاني للصياح. يا كنت نسيت الصياح، لازم رجعتنا بسرعة قوي وبسرعة قوي ان احنا نرجع نصيح من تاني. وجولة زي الزفت، الجولة الثامنة من فانتازيا الدوري الانجليزي، الجولة اللي حرفيا مسميها الجولة الجربوعة اللي خذلتنا كلنا، واللي يعني اللي فلت منها ده هو البرنس بس. وانا والله الحمد لله طلعت باقل الخسائر، بس برضه زعلت لان انا كده ايه ببتدي ارجع تاني، وانا عايز ابتدي على فرنك مش انزل يعني. في الحلقه دي هقول لكم ملخص الجوله المعفنه دي، الجوله الثامنه، وهوريكم النقط بتاعتي والتشكيله بتاعتي وجبت كام نقطه ونزلت في الترتيب قد ايه، وهوريكم التغييرات اللي انا متوقع ان اعملها في الجوله الجايه قبل ما اللعيبه تغلى او ترخص. ولكن للاسف هي اوريدي امبارح بالليل غليت وفي اللي رخص والحسابات بتاعتي اتغيرت، بس ان شاء الله نشوف لها حل. وهقول لكم في الاخر كده في الملخص السريع الدروس المستفاده من الجوله اللي ملهاش اي عايزه دي. يلا بينا نخش على المفيد على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب وعشاق ومتابعي فانتازيا الدوري الانجليزي، اهلا بكم في حلقة جديدة مع اخوكم محمود الشيكس. عاملين ايه الاخبار؟ معلش نسيت اسلم عليكم من كتر الهم اللي الواحد فيه. شكلنا كده داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا في الفانتازيا في الفتره اللي جايه، وكلنا كده تقريبا محتاجين نعمل كميه تغييرات محترمه وشويه سوالب محترمه. انا شخصيا محتاج سالب 60 عشان اعدل التشكيله بتاعتي في ظل التغيرات اللي بتحصل في اللعبه. كل جوله كده بتلاقي لعيبه بتطلع ولعيبه بتختفي، والصبر في الجولات دي تقريبا ما بقاش ليه لازمه، لان كل ما بتصبر كل ما بتزعل اكتر. يعني زي ما حصل معايا مع ماتيتا، فضلت صابر عليه يعني مش عارف اقول له ايه، والله العظيم نحرني. اي نعم انا عملته بتغييره كويسه، بس فضلت صابر عليه 5 6 جولات يا جماعه، نقطتين في نقطتين في نقطتين. والجوله اللي بعته فيها مش يجيب جون ولا 2، لا يجيب 3 جوان، يعني حاجه بيفتري ابن اللذينه. والحمد لله ان اللعيب اللي انا جبته جاب جون وخد 2 بونص او مشى الدنيا. في الحلقه دي هقول لكم ملخص الجوله المعفنه دي زي ما انا قلت لكم، وهنزل لكم دلوقتي التشكيله بتاعتي عشان برضو تشوفوا النقط بتاعتي وجبت كام نقطة ونزلت في الترتيب قد ايه. تمام، يلا بينا. ادي التشكيلة بتاعتي نزلت قدامكم زي ما انتم شايفين. انا جايب 61 نقطة، طبعا فوق الافريج اللي هو الافريج العام، بس في التوب 10,000 انا تحت الافريج، فعشان كده نزلت لي رقم حلو. نزلت لل 850,000، نزلت حوالي 250,000 مركز، طبعا يزعلوا جدا، بس يعني ايه، الحمد لله ان الواحد ما بعدش قوي وطلع للمليون تاني. نحاول بقى نستعيد العافيه تانيه في الجولات الجايه ونعمل شويه تغييرات تكون مفيده، لان الموسم ده بصراحه التغييرات مش ظابطه معايا، وهي دي المشكله. يعني دلوقتي بقت في مشكله ان التغييره هي اللي بتفرق. لو انت ممكن تعمل تغييره كده عاديه تفرق معاك جامد في الجوله. فعامة زي ما انت شايف في التشكيلة، انا عندي في حراسة المرمى دوبرافكا، البرنس العظيم الكبير اللي رايق، اللي انا اعتمدت عليه في جولة زي دي، وبصراحة نصفني وراجل برنس وجاب الكلين وخد بونص، وبصراحة احلى 9 نقط تقريبا من النقط اللي نقصتني جدا جدا في الجولة دي من معلمي المعلم دوبرافكا زي الفل. عندك في الدفاع لعبت ب3، عندي سينسي طبعا هو جايب نقطتين بس، يعني كويس لان الراجل ده واخد انذار وشايل 3 اجوان، المفروض يطلع بالماينس، فانه طلع بنقطتين دي عشان خد النقاط الدفاعيه وبتاع، فكويس مشي حاله. عندي فان ديفين اللي متعودين على عفنته وجربنته، واللعيب اللي انا شخصيا قفلت منه قفله سودا ومجبر عليه ومش عايز اعمل فيه تغييره او ماينس، ما يستاهلش والله، ما يستاهل فعلا بجد. بس هعمل ايه، جاب لي 0 طبعا، كلين واحد بجونين وخد انذار ب0. ومارك جويهي البرنس الجميل بتاعي، طبعا منيز هو اللي عمل النمره كلها عشان جاب اسيستين وخد نقط دفاعيه وخد كل حاجه. بس بالنسبه لمارك جويهي برضه ان في حاله ان يخش فيك 3 اجوان وتبقى جايب 4 نقط، دي برضه ميزه جميله جدا، مش وحش، وانا برضه شايفه ان هو ايه زي الفل الصراحه. نخش على خط النص. خط النص الأسوأ في هذه الجولة يا جماعة، زي ما انتم فاهمين ان خط النص حرفيا هو الأسوأ. يعني مفيش لعيب في خط النص جاب نقط كتير غير لاعبين اللي هو بيدرو نيتو، مش مع حد اصلا في الدرافتات،
ولعيب تاني مش فاكر اسمه بس برضه مش مع حد يعني. طبعا معايا رايندرز اللي خلاص دخل في مرحله معايا، هي مرحله اخرج بره حياتي زي فيرتيز في الجوله الثانيه. هو ابتدى يخش في المرحله دي، عايز اخرجه بره تشكيلتي باي شكل، لان هو فعلا تعبنا كلنا. ويعني معلش يعني ايه برضه انا اجيب نقط ماتش و10 ماتشات؟ لا مش منطق يعني. وبيلعب في السيتي وانت بتكسب بكلين وبتعمل كل حاجه، واتغير اصلا كمان في الجوله اللي فاتت ما كانش حلو خالص يعني. مع ان جات له فرصه حلوه من هالاند كابتني، كان يحطها على طول راح لعبها مش عارف لدوكو وحدكم مضيعها، حاجه غريبه كده يعني مش فاهمه، ومحتاج ان انا اطلع منه. طبعا هنخش على الحدث الكبير، اللعيب اللي كلنا كنا دايما اللي كلنا كنا بنستفاد منه، محدش يقدر ينكر الجميل محمد صلاح علينا في اللعبه دي وفي العموم اصلا، لان الراجل ده مودينا في حته تانية. بس للاسف هو الموسم ده غالبا مش الموسم بتاعه، مع اني متوقع ان هو هيعود ويرجع وعنده راوند ماتشات حلوه قوي، وده اللي مخليني مقلق جدا من بيعه. يعني عنده الثلاث ماتشات اللي جايين ماتشات لذيذه جدا جدا، وهو ما بينهم بس المان سيتي، غير كده الدنيا اجمل حاجه في الدنيا. يعني عنده يا معلم، عنده برينتفورد وعنده استون فيلا، الاثنين بيستقبلوا جوان عادي. المان سيتي هقول لك ما اعرفش، محمد صلاح برضه من اكتر يعني، سيبك خلاص هو ما عملش مع مان يونايتد، بس السيتي برضه هو من اكتر اللعيبه اللي جاب فيها جوان، وارد يجيب عادي جدا. بعدها بقى نوتنجهام فورست، ويست هام، ساندرلاند، بيرنلي، ليدز. انت متخيل الجدول عامله ازاي؟ فانت اصلا الناس من الجوله تقريبا ال 12 هتيجي بتجيب محمد صلاح، وهتبقى عايزه تجيبه او تجيب حد من خط النص بتاع ليفربول. بس انا مقلق بصراحه من ناحيه بيعه خالص، ومش هين عليه اطلعه من التشكيله، على الرغم من ان هو في اداؤه يعني سيء جدا على المستوى الشخصي انا بحبه، بس هو بصراحه في الموسم ده سعره غالي قوي، 14.4 على اللي بيعمله، ما بيديناش حاجه خالص. فمش عارفين، فهو برضه في احتماليه ان انا امشيه واجيب ساكا، دي احتماليه برضه معايا كبيره، بس لسه ايه بدورها في دماغي، لان الخيار يعني الاختيار ده مش سهل قوي. ده بالنسبه لمحمد صلاح. بعد كده هنروح على مين؟ هنروح على المعلم سيمينيو. سيمينيو طبعا برنس مفيش اي كلام، 4 نقط زي الفل. الراجل مش مطلوب منه ان هو كل جوله يجيب لك 50 نقطه يعني. هو الراجل زي الفل، وعلى المعدل اللي هو ماشي بيه ده مفيش احسن من كده، وما نقدرش حتى نبص له بنظره عين، ما نقدرش. رابع واحد اللي برضه بفكر ان انا ابيعه هو سبريتش ايزي. دي التغييره اللي خذلتني، اللي انا كنت متوقع منها الافضل بكتير، بس لغايه دلوقتي في يعني خذلان جاي منه بشكل غريب. هو ما بلانكش كتير غير ماتشين بس، اللي جابه قليل قوي اسيستات بس وكده. وفي نفس الوقت الماتش اللي فات قلقت منه، لان ارتيتا طلعه في الدقيقه 61 او نزل اموريم، فوارد جدا ان هو ياخد من دقايقه. فطبعا انا بحبذ لو الناس عايزه تشتري حاجه من ارسنال، خلاص بقى انا هغير الكونسيبت بتاعي لازم، لان هي بقول لك اللعبه بتتغير، والتغيرات اللي بتحصل دي بتخلي تفكيرك يتغير غصب عنك. ان انا كنت بقول لكم الاسبوع اللي فات نجيب 2 من نص الملعب او 2 هجوم واحد دفاع بس، لا انا شايف ان طبعا 2 دفاع من دفاع ارسنال زي الفل، واركنهم على جنب وجيب ساكا بس ويبقى زي الفل، عشان فورمته بس اللي نزل بيها بعد الاصابه فورمه محترمه. وان شاء الله اشوف حل برضه الايزي قريب، مش عارف هصبر عليه لا، بس غالبا هصبر الجوله دي. والتغييره اللي هي فرحتني وزعلتني في نفس الوقت بشكل غريب جدا هي فولت ميدا. التغييره اللي انا غيرت فيها ماتيتا. الله يسامحك يا ماتيتا، ما كنتش تشل في رجلك الاسبوع ده؟ يعني جاي الاسبوع ده وتجيب هاتريك. طب جيب جون، جيب 2، لا انا هجيب 3. انا هنحرك يا اخي، انا هنحرك. انت عايز مني ايه؟ انت متوقع ان هي هتمشي معاك بالشكل ده؟ وفولتميدا جاب جون، وجون عالمي جدا هنزله لكم دلوقتي تشوفوه. بس ماتيتا يعني لازم اتكلم عليه بقدر يا اخي، قاعد معايا 6 جولات يا اخي، نقطتين في نقطتين في نقطة. حرام عليك. ولما بتبتدي تشتغل اول جوله بيعك، اول جوله. طب اصبر يا اخي الجوله الثانيه، طب اصبر الجوله يعني يا عم، اعمل اللي انت عايزه ده مثلا بعد جوله جولتين، خلاص انا تمام. انما تمشي تجيب مش جون، لو جون اقول عادي والله قسما بالله، لو جونين ما عندي اي مشكله. خلاص ايه المشكله يا عم؟ جاب جونين وانا اللاعب بتاعي جاب جون، صباح الفل. الفرق هيبقى مثلا 4-5 نقط، انما تجيب 17 نقطه يا مجرم. يعني ايه ده؟ سبحان الله. وكان ممكن يجيب اكتر من كده، وكان هيشلني في الماتش ده.
وبس الحمد لله فولتميدا جاب لي 8 نقط مش وحشين خالص الحمد لله يا رب في جوله زي ديت. وهنزل لكم دلوقتي الجون بتاعه تتفرج على المزاج والرياكت بتاعه اللي انا عملته في نفس يا اللحظه. لهوي على بس ما رضيتش فولتميدا. انزله قلت احطه في يا الحلقه لهوي يا بتاعتي جماعة. وممكن تتفرج عليه دلوقتي زي ما انت شايف. اي نعم ما تيتا زعلني بس شوف يا شوف أخي. شوف الجمال. اتفرج على جمال شوف يا جدعان اللعبه الهدف يا جدعان. وحلاوتها. انا اتفرج قلت على لكم المخ. ساعتها الراجل ده فيه حته من ابراهيموفيتش. ده محدش شغال. صدقني. بصوا ده الهدف يا شغال. جدعان. مش بصوا الراجل ده بيعمل ايه. مش لعيب بصوا عادي الراجل ده يا جماعة بيعمل ايه. بصراحة. يا نهار هو ابيض. الناس كلها يا نهار بتحفزه ابيض اصلا الفتره الجايه ان هي عليه. تجيبه. يا نهار ابيض عليه. ايه بس الجمال ده. وعندك ايه الرواق. السفاح الايرلندي النرويجي طبعا هالاند مفيش كلام عليه، ما حدش يقدر يتكلم عليه خالص. وجواو بيدرو اللي عمال يغزلنا جوله بعد الثانيه بعد الثانيه بعد الثانيه 4 جولات. والمشكله ان كلنا عايزين نخلص منه بس راوند الماتشات بتاعه مفيش الطف من كده في الدنيا. هل انت متخيل ان انت هتقدر تمشيه وهو راوند الماتشات بتاعه عنده ساندرلاند، توتنهام اللي دفاعيا بقى معفن، وولفز اللي هيهبط اصلا، بيرنلي، انت متخيل بعديه ماتش صعب الارسنال عادي جدا فاهم، بعديه ليدز، بعديه بورنموث صعب، بعديه ايفرتون. انت بتتكلم في 8 جولات فيهم ماتشين 3 صعبين، في 5 جولات هو وارد يجيب فيها حاجه ومعاه ضربات الجزاء في ظل غياب بارما. فانا مش عارف برضه ابيعه ولا لا، بس انا غالبا هتقل عليه غصب عني على الرغم ان انا اتقلت على ناس كتيره. وطول ما انت بتتقل على اللعيب وتيجي مش هيديك حاجه واول ما تيجي تبتدي تبيعه بقى يبتدي يشتغل وينور في عينيك زي ما تيتا كده اللي انا نفسي ارجعه. بس وطبعا الدكه زي ما انت شايف فن اختيار الدكه ما شاء الله، 1-1-2-2 تقريبا ده رقم موبينيل لان في 2 وحيد تمام. بس وهقول لكم بقى التغييرات اللي انا بفكر فيها الاسبوع الجاي الجوله التاسعه. بفكر ان انا عايز في تغييره واحده بفكر اعملها في الوقت الحالي. بفكر ان انا امشي رايندرز واجيب كايسيدو بس، ويبقى عندي في ظل الماتش بتاع ساندرلاند هو مش اسهل حاجه بس كايسيدو انا شايفه كويس وانا محتاجه عشان لو حتى مشيت جواو بيدرو فيبقى كايسيدو كفر من الهجوم او من يجيب لي نقط دفاعيه اي حاجه. وهي برضه انا حكماني الفلوس قوي يا جماعه ان انا بتعامل بالسنتوفه بسبب محمد صلاح طبعا وهالاند. فده اختيار. وفي حاجه ان انا ممكن اعمل -4 وهي هتبقى الطف بس انا مش عايز اعمل ماينس لان انا اصلا نازل في الترتيب مش عايز انزل اكتر. زي اغير برضه رايندرز هو نفس اللعيب بس اجيب جارنر عشان حسب الفلوس. انا كنت الاول جايب داسبري هول بس جارنر لما بصيت على الفيكستشر بتاعه وعلى النقط اللي هو جايبها نقطه مش وحشه خالص خالص خالص، نقطه جميله جدا جدا بالنسبه للعيب بالسعر ده. وهيبقى كفر من ايفرتون في ظل الهجوم اللي هم يعتبروا لطاف شويه وبيهاجموا. واعمل بقى عندي التغييره اللي في الدفاع المهمه جدا بس للاسف بسبب الفلوس هضطر ان انا اطلع سينسي واجيب مكانه كاليفوري بسبب ال 100,000 اللي زادها كاليفوري دي اضطريت اروح لسينسي اغير سينسي. بس انا عندي بتروفيتش الجون فهحاول ان انا ماتشنج يبقى ده كفر مكان سينسي في الماتشات السهله واجيب كاليفوري بحيث ان انا ابتدي اجيب من دفاع الارسنال. كلنا لازم نجيب من دفاع الارسنال مينيمم 2 ولو 3 وما تجيبش هجوم انت الكسبان صدقني. بس ده التغييرات اللي انا بفكر فيها ولسه بصراحه انا مش راسي على حاجه اللي ممكن اغير ممكن اتجنن في حاجه لان انا بتضرب في دماغي افكار بس في الوقت الحالي هو دي الحاجات اللي انا متوقعها. بس اخر حاجه بقى وهي النصايح اللي هي اللي انا بقولها لك دي اللي هي الدروس المستفاده من الجوله المعفنه دي ملخص سريع كده. اول حاجه ان لسه الدفاع هو يا جماعه المتالق وهو اللي شايل الليله وهو اللي بيجيب اعلى نقط. فانت ادفع في الدفاع عادي. انا كنت بفكر برضو ان الدفاع نقلل منه على اساس لا الصراحه يعني جابرييل بسعره غالي بس بيجيب بسعره، تيمبر وكاليفوري لعيبه الارسنال كلها بتجيب بسعرها ويمكن اكتر. عندك مونييز 5.5 يعني معلش في جولتين عوض اللي عمله جوهي كله جاب اكتر من 18 نقطه واعلى واحد. انا قصدي ان ادفع خلاص عادي في الدفاع وزود لان هو تقريبا لحد دلوقتي في برضه في دفاع تشيلسي ريس جيمس 5.4 وغالبا هيزيد هيبقى 0.5 مش غالي على اللي هو بيقدمه. ومشكلته بس الراجل ده ان هو بيتصاب كتير بس هو لو ما اتصابش وبقى اساسي انت هتاخد منه احلى شغل في الدنيا. لعيب بصراحه جميل جدا وماسك فورمه وانا شايف ان هو يبقى احسن واحد كفر في دفاع تشيلسي في الفتره اللي جايه لو هو فضل بنفس الفورمه دي. بس فانت ما عندكش مشكله وما تعملش تغييرات كتيره لان تقريبا زيت زي عبيد ما فيش حاجات بتفرق كتير. تاني حاجه مهم الدروس المستفاده برضه خط الهجوم ما تعملش فيه تغييرات كتير لان زي ما انت شايف
اللعيبه بتسيبها بتبلانك، بتبيعها بتجيب، ولعيبه بتجيب، ولعيب زي هالاند هو الوحيد اللي مستواه ثابت، الباقي كله نقطهم معفنه. ولو جيت بصيت على احصائيه صغيره شفتها من كام يوم، هي اعلى 3 لعيبه في الهجوم جايبين نقط لغايه دلوقتي. طبعا هالاند في المقدمه بحاجه و80 نقطه، بعديه يجي جواو بيدرو وتياجو بتاع برينتفورد، والاثنين ب 41 نقطه و40 نقطه. فانت متخيل ان هالاند اصلا بالدبل بتاعهم ده مبدئيا. تاني حاجه انت متخيل ان جواو بيدرو اللي بلانك بقى له 4-5 جولات هو تاني اعلى واحد جايب نقط لغايه دلوقتي. يعني مثلا ماتيتا هو فرح الناس بالهاتريك، بس في المقابل هو مضيع لهم 5 جولات، فلو حسبت الهاتريك ده على 5 جولات هتلاقيه جايب معدل بسيط جدا، يعني جايب مثلا 4-5 نقط في الماتش. فهي دي الفكره، هو مستواه مش ثابت، فانت ما تعملش تغييرات كتيره، سيب الدنيا ماشيه زي ما هي. ولاعيبه انت عندك لعيبه باسعار مخسوف بيها الارض بتجيب نقط، زي لي كوبر ده البراند بتاع لي كوبر اللي بيلعب مع بورنموث، جاب جونين وجايب تقريبا 13 نقطه الجوله دي. ويلوك سعره رخيص وجاب جونين، فانت مش مستاهل تعمل تغييرات كتيره يعني. فالهجوم انا شايف انك تصبر عليه، ما عدا هو الوحيد اللي ممكن تمشيه هو جيكوريز عشان عالي، وبصراحه انا شايف ان اداؤه قليل جدا، ولو عايز تستناه برضه مفيش اي مشكله، ممكن يعمل حاجه. بس وهي دي الحلقه، ويا رب تكونوا استفدتوا. وان شاء الله يوم الخميس انزل لكم حلقه توقعات المباريات والنصائح الاخيره والتشكيله الاخيره. ولو في اي حد عايز وايلد كارد، تشكيله وايلد كارد مقترحه، تشكيله فري هيت، اني ثينج، يقول لي انا ان شاء الله هجيبها له واوفرها له. شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقه. ما تنسونيش بقى باللايك والسبسكرايب والكلام الحلو ده. الله يعطيكم العافيه، سلام عليكم.